السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جميل. معايا النهاردة فطير احمد امين، اشهر المحلات عندنا في المنصورة. اي حد نزل المنصورة عارف احمد امين ولازم ياكل من عنده فطير. النهاردة هنعمله بنفس الطريقة. معايا هنا اول حاجة كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عليهم ليمونة ورشة فانيليا، وبرفعهم على النار. ومعايا لفة جلاش وكيلو من اللبن، ومعايا سكر بودر وسمنة على زيت للتوريق بين الطبقات. دي كل المكونات. انا دلوقتي رحت ارفع السيرب على النار. آه، دلوقتي هقلب اللبن في النشا. هاخد 4 معالق كبار في الكيلو اللبن، وعليهم 3 معالق سكر. مش هنكتر السكر عشان لسه الشربات مسكر، ولسه هنرش سكر بودرة. فكل ده هيسكر. بقلب النشا كله على البارد. هنا هجيب 3 معالق سكر وهقلبه برضو على البارد، وبعد كده ارفعه على النار لما يعمل لي المهلبية اللي انا هحشي بيها الفطير. هنا خلاص كان تقريبا المهلبية خلصت. بتبقى بنفس القوام ده. بفضيها في طبق تبرد، بسيبها لما تبرد تماما. هنا الحلة كانت سخنة، مش عارفة امسكها. بسيبها على جنب لما تبرد خالص. هنا بردت. ومعايا لفة جلاش نص كيلو. هنا انا عاملة زيت على سمنة للتوريق. باخد طبقتين اتنين، في ناس بتعمل 3، بس انا في رأيي انا بحس انها تخينة. يعني طبقتين خفاف. اهي بتبقى بالشكل ده. بدهنها كلها كده. باخد ورقتين مع بعض. بدهن الورقة وبحط كمية مناسبة وبفردها. وما بحطش كتير عشان ما يطلعش بره الفطير. وبتطبق بنفس الطريقة كده زي الظرف، زي كأنك بتطبقي قماشة او ملاية او حاجة. هما بيعملوه بنفس الطريقة وطعمه جميل ومش مكلف يعني. بتبقى كده. جربوه هيعجبكم قوي. اما هنا لفة الجلاش عملت معايا 9 وحدات، 9 فطيرات. باخد الاتنين مع بعض وبتني كده، وبتني التانية فوقها، وبطبق التطبيقة كده. وبورق بين بدهن. ما بياخدش وقت خالص. بدهن تاني، بكرر العملية. جربوه. اللي مشتركش في القناة يشترك ويدعمني. القناة لسه جديد. القناة لسه جديدة ومحتاجة دعمكم. قولولي رأيكم في الحاجات اللي بقدمها. كده خلصت الكمية. هدهن وش الفطير بقى. هدهنه كله وادخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ما يكملش 10 دقايق او ربع ساعة. هو بيتعمل بسرعة قوي.
خلاص داخل الفرن دلوقتي. خلاص هنا خرج من الفرن. بقى بالشكل الحلو ده. هنا بقى السيرب او الشربات كنت عاملاه وكان برد خلاص، فبحاول اسقيه كده واحده واحده. هي الطريقه بسيطه وسهله خالص، جربوها تعجبكم قوي. كده خلاص. هرش بقى سكر بودر، عندي سكر بودره، هرش على الوش. كده يا رب تعجبكم وصفاتي يا رب. اه جيت امسكها لقيتها سخنه، وبالهنا والشفا.